أحببت أن أنبه على بيت شعري عرف عند الحاضر والباد وأنا منهم، ويحفظ بهذه الصيغة، ألا وهو البيت المشهور: أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني. هذا الصواب بالسين. والمعلوم والمعروف عند كثير من عامة الناس وليس عند علمائهم ولا متعلميهم على أنهم يقولون فلما اشتد ساعده رماني، وهذا خطأ كما بين ذلك الإمام صاحب كتاب مجمع الأمثال للميداني رحمه الله تعالى. ونقل كلام بعض أهل العلم من أهل العربية كمثل الإمام عبد الملك بن قريب الذي هو الأصمعي رحمه الله، إمام في العربية، وقال: أي من قرأ بالشين فليس بشيء، أي ليس ذلك موجود في أصل العربية. وقال أيضا، نقل عن غيره الذي هو صاحب الكتاب الميداني، قال: ورواه أبو يعقوب ابن خرزاد وغيره من جلة العلماء بالسين غير المعجمة، قال: وسمعت أبا القاسم بن أبي مخلد العماني يأخذ على رجل أنشده بحضرته بالشين، أن يقول فلما اشتد ساعده، فقال: ما معنى استد؟ قال: صار سديدا، يعني أصبح مسدد في رميه، ولا يصلح أن يقول أصبح شديدا في رميته، لا، المقصود بعد أن علمه الرماية وحصل على أنه عنده سداد في الرمي، جعل الرمي بعد ذلك على صاحبه الذي علمه وقلب ظهر المجن. المقصود على أن الأصل هو السداد، فلما استد ساعده رماني. وهذه القصيدة هي لامرؤ القيس الجاهلي، يقول فيها: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، أعلمه الفتوة كل وقت فلما طر شاربه جفاني.